هيئه اداريه في 29 ماي او كلمك ب 12 ماي. قال نفس اللائحه؟ لا كيفاش نفس اللائحه؟ هما 12 ماي عملوا اضراب 3 ايام، ثم في الهيئه الاداريه ب 29 قرروا ولا تسمع فيه الكل، اضراب الاداري وقطع الامتحانات، وفيها حتى عدم حراسه الاطفال في المدارس. توجي منه انا المعلم عندي ثقه في المعلم. فما معلم يقولوا له ما تعش على الوليدات عمرهم 6 سنين في المكتب، لا يطيح لا يتكسر لا مشات. انا ما نتصورش معلم يعمل العمليه هذه بالله. هذه يقراها لنا جمله بالذات. لا هاو في اللائحه للوفاه معناها. شوف مطالبات حراسه عدم حراسه التلميذ في وقت الراحه. راهم 6 سنين راهم. معناها انا كي كنت نقرا المعلم عسى عليا وكلني ونهار مطر يهزني بالمنصار نتاعو ويمشي الوالد وكي تصير لي مشكله في الدار يعرف. هذا المعلم انا نعرف ونعرف. اسمع 90% شنو الحل؟ الحل باش نعملوا لهم تو؟ هذا ما هو اللي هو يقول انا معايا قطاع كامل، انت تقول بون تراهن على شقان. يودي انا شوف انا نقابي ونؤمن ونقدر النقابيين ونقدر الاتحاد، وانا تربيت في بطحه الاتحاد وحتى واحد ما يزايد عليا في العمل النقابي. وانا لحد الان دوري ندافع على المعلمين لانهم منظوريه المعلمين، راهو مش منظوريه النقابه برك. انا دوري ندافع على المعلمين. وانا ما حيت جيت انا خرجت مصطلح انا وسي رجاء فرحات جمهوريه المعلمين. هذا المصطلح كنت نتكلم به. المعلمين عندهم حق بيسور ومطالبهم برشا مشروعه وانا دفعت المطالب. ما حتى جيت تبقينا. وين البلوكاج بالذات في المطالب؟ شوف البلوكاج ظاهر وهو في عدم فهم منهجيه العمل الحكومي. راهو انا وزير تبع الحكومه، راهو مش معلق مش شجره جبل الواد. انا وزير في حكومه والحكومه عندها سياسه. وانت راجع تمشي الحكومه نقابي؟ لا شوف انا قلت مشي الصار في عاده روكا وهو كل وزاره تفاوض وحدها والوزراء غرقوا في المبادرات الاجتماعيه 90% وقتهم يفاوضوا. المنهجيه اللي اتفقت فيها الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل وهو تصير مفاوضات عامه في كل ما يهم مساله الاجور. احنا كي اجتمعت اخر مره بالنقابه عندهم مجموعه من المطالب. المنح الجامعيه وقع تحقيق اعطيناهم. مساله النواب وهي مسألة صعيبة واتفقنا على دماجهم على 5 سنوات. فتح الآفاق العلمية وقع. تقاعد اللي هو صعيب. النظام الأساسي صار. بقينا في 2 نقاط اللي هم اللي هما وهو ما يهموش وزير التربية وحده، وهو مسألة الترقيات الاستثنائية. يا اخي هم الاساتذه علاش قرفوا؟ قال لك انت اعطيتها للاساتذه. خلينا نكمل بريد. لا هم الاساتذه علاش قرفوا؟ الاساتذه قالوا المعلمين معناها خداو ترقيات استثنائيه واحنا ما خديناش. هذاك اللي صار وهذاك علاش انا كنت نقول الاساتذه عندهم حق واعطيناهم 2 ترقيات استثنائيه. المعلمين خداو 3 ترقيات استثنائيه وطالبين 2، معناها 5 ترقيات استثنائيه في ظرف وجيز. خمسة ترقيات استثنائيه في ظرف قد ايه؟ خداو 3 سنين في ظرف 3 سنين؟ اي خداو 3 بعد 2011 3 بيان سور خداو 3. وتو نعطيك الكلفه المائيه نتاعها 290 مليار. هذه الكلفه المائيه. وثم مطلب ثاني وهو سحب المنحه اللي خداوها الاساتذه على المعلمين. ما قلنا لهمش لا وانا مقتنع ان المنحه لازم ياخذوها. بقينا اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومه وهو تكون كل ما هو عنده معناها سلم الاجور والمنح يكون في اطار مفاوضات مفتوحه. المفاوضات 2015 الاتحاد ما الزمش نقاباته بالشيء هذا بالاتفاق؟ ما دام الاتفاق عملتوه مع المكتب التنفيذي مع القياده النقابيه. انا نحترم الاتحاد وما ندخلش في مشاكل الاتحاد، وهذه مشاكل تم الاتحاد في علاقته بالنقابات. وانا ضميري واخلاقي وتجربتي النقابيه وتجربتي اليساريه ما تسمحليش باش ندخل. هذه مساله تم الاتحاد. احنا ايش قلنا لهم؟ قلنا لهم اصبروا. هاو المسألة هذه مش يقع تفاوضها في الاتفاق معناها في مفاوضات العامة. سقفنا لهم بسقف زمني. قلت لهم يا سيدي كان ما تاخذوش هذا احنا نحلوا مفاوضات في مسألة ترقيات، نحلوا مفاوضات بعد كان ما خديتوش حقكم هذه المنحة احنا نعطيها لكم. وزارة التربية مستعدة باش أكثر من هكا. وزير التربية نجم يكون نقابي وعنده ويكون مربي اما ما ينجمش يمشي أكثر. خليفة هو الحاصل سيد الوزير انه من الاول الحكومه قالت انا ملتزمه بالاتفاقيات السابقه عنه صحيح ثم بدات تراجعات الحكومه
لا ثم بدأت تراجعات، لأنه معظم المشاكل المطروحة بين النقابة وسلطة الأشراف كانت متعلقة ومعظمها بمتخلدات مع الوزراء السابقين. سالم شوف انا هذا لا واحد اثنين تقول لي انا بحضر الجلسه لا ماهوش مع الوزاره مرتبط. سفيان شاهد من هذا المنبر تفضل. كل اتفاقيات الحكومه السابقه وقع تفعيلها في وزاره التربيه، كل اتفاقات بدون استثناء. لا ما وقعش تفعيلها آليا الا ما دخلنا جو الاضرابات حتى في التعليم الثانوي. لا لما دخلنا جو الاضرابات ووصل التصعيد الى اقصاه وقع الاتفاق. ثانيا محضر الاتفاق سيد الوزير محضر الاتفاق. لا باش ما ننساش شوف مطالب التعليم الثانوي ومطالب التعليم الابتدائي ومطالب كل سلاك هي مطالب ماديه جديده ونأكد عليها جديدة بتفعيل اتفاقات سابقة كل وقع تفعيلها بحذافيرها. فاش تمت زيادة قبل ما تجيوا انتم؟ أول زيادة تمت على المستوى المالي فعليا هي معك أنت، يعني الاتفاقات تمت مع السيد سالم نبيض وسي جرايا ثم بدا لا ما كانش جديدة مطروحة من الأول. ثانيا محضر الاتفاق صحيح مع سيادتكم كوزير التربية، ولكن يحضر فيه سي الينباعي. هو شفنا حتى العمل الاداريين اخذ محضر اتفاق. سي الينباعي شكون يمثل هو يمثل تقريبا رئيس الحكومه باعتباره الجانب المخول في الجانب نتاع الاجتماعي الممثل من قبل رئيس الحكومه. تصبح الاتفاقيات ملزمه، مش بالضروره نقعد انا والاتحاد ووزير التربيه وسي الينباعي ثم نعيد بعث الاتفاق للحكومه. من اصله ما كانش هذا، كان من الممكن الميساج واضحه من الحكومه ان نوقف كل المفاوضات كقطاعين من قبل الوزراء ثم ندخل باكيج كامل بين الحكومه والاتحاد. ما تمش، يعني الحكومه من الاول ما عندهاش كوندكتور في التفاوض مع الاتحاد، وهذا هو اللي وقع المشكل اعتقد. مش كان معاكم انتم في الصحه في غيرها في كل القطاعات. شوف انا نحكي على القطاع نتاعي ونحكي هاو نحكيو على هاو عندي العمل الاداري نفس العمليه. لا العمل تم الاتفاق. لا العمل عملنا معهم اتفاق واتفاق باهي القايمين كيف الغي الاضراب، الاداريين الغي الاضراب. شوف الناس تحكي على الاضرابات، ما تحكيش على الاضرابات التي وقع الغاها في وزاره التربيه، لان اكثر واحد قاعد يتفاوض مع النقابات هو انا. نعرف هو اكثر قطاع في نقابات. لان نعتبر روحي النقابات. راهو انا وسفيان ما عندناش دروس راهو في العمل النقابي. لا سفيان هذا متفق فيه. لا شوف ماهوش قضيه هو كي نخرج من المفاوضات الرسميه وندخل في خطاب اخر نولوا كأن في لا. احنا اليوم عندنا ازمه في التعليم الابتدائي. ما عندي حتى ازمه. كيف ما عندناش؟ عندي حتى ازمه. موجوده الازمه. شوف الاولياء الناس كلها في حاله ستريس، يقول لك ثم امتحانات وما ثماش امتحانات موجوده. ما وضحناش الراي العام. انا نوضح، انا جيت باش نوضح، جيت باش نعمل. ولكن هذا ممكن خارج الرهان الاخلاقي على المعلمين انهم ما يمشوش في الاضراب وما ينسجموش وما يطبقوش قرارات هيئتهم الاداريه. هذا خليفه واضح. خلينا نسمعوا رد المعلمين حقهم الدستوري والشرعي في الاضراب، وحتى واحد ما ناقشهم في هذا. وانا نحمي دوري، نحمي كل معلم يضرب وكل استاذ يضرب. اما باش تخص بالشهريه ولا؟ اما باش تخص بالشهريه حقهم في الاضراب. اما باش يصير الاضراب كما اليوم في ماتر يقع الاعتداء على معلم يعمل في الامتحان، هذا مش مقبول. لا اعتدى عليه، معناها اعتدوا عليه زملائه، الا ما حبوش يعدي امتحانه. اليوم في ماتر في مدرسه في ماتر وعندي الاسماء، ان يقع غلق المدارس، ان يقع طرد المعلمين. حق الاضراب حق دستوري وحق العمل حق دستوري، وانا دوري راهو نحمي هذا وهذا. انا دوري اربيتر، انا دوري اربيتر. باش تعمل تسخير يعني؟ نمشي معاك خليني نكمل. بالنسبه للمفاوضات، اولا نشوف المفاوضات ماهيش قران منزل. تنجم حكومه جديده تبدل صيغه مفاوضات، علاش لا؟ احنا راهو اتفاق في الحكومه نظرا لتفتق مواهب المطلبيه. الورده هكا تفتقت المطلبيه و109 يوم اضراب في 100 يوم عمل الحكومه. قلنا والوزراء الكل ولاو يلهثوا، وفما وزراء عندهم ملف ثقيل. انا عندي ملف ثقيل راهو يضر لي 60% من خريطه الاتحاد عندي، قالها انا وزاره النقابات. قلنا اون ديبلاي لو تيران لرئاسه الحكومه، معناها نسهلوا عليه عمليه. نعملوا من الاول اجتماع مع النقابات يحضرها سي عمار الينباعي اللي هو يحضر كوزير، لان المفاوضات هو عضو من الحكومه. سي عمار الينباعي ماهيش متسلفين وراه يحضر الحكومه تحضر. لا اون في ان بروجي، مشروع، والمشروع هذا يمشي رئاسه الحكومه، لان رئاسه الحكومه هي الوظيفه العموميه، توجد وزاره الماليه، ويشوف اسكو هذا الاتفاق يجب تنقيحه، نزيدوا فيه نقصوا فيه، امكانيات الدوله
لان هي المشكله راهي في المطلق، في المطلق هو فما مشكله راهو في البلاد، مشكله في البلاد وهو انهيار القدره الشرائيه للطبقه الوسطى، ورمز الطبقه الوسطى هم المدرسين. يا ملاذ، اما الملاذ هذا راهو عام وما يتحلش في نهار ولا نهارين، يتحل على مشروع كامل وهو اعاده منوال التنميه في تونس واعاده صياغته. احنا راهو مشروع الاتفاق اللي يصير مع النقابات ماهيش اتفاقات ملزمه، راهو ما يلزمنا هو قبل ما تجي الحكومه هذه، يلزمنا بحذافيره. تعرف شنو يلزمنا؟ بسقيه ويديه وراسه ولاد عمه ولاد خالته باش نكونوا واضحين. اما المطالب اللي جات كلها بعد ما جات الحكومه هذه كلها مطالب جديده، وكل ما هو ترتيبي حققناه. الحل والله هو الحل واضح. الحل وهو النقابه، نعرفهم انا راهو اصدقائي النقابيين واصحابي، الا يغلبوا المصلحه الوطنيه، وانا نعرفهم وطنيين ويحبوا بلادهم، ومانيش نعطي في الدروس وما نحبش نكون نعطي دروس النقابيين. الحل وهو نتفاهموا ونرجعوا لطاوله المفاوضات، نرجعوا لها الليله راه طاوله المفاوضات. انا قال لك انا مستعد نجيك الليله. انا نخرج من المكتب نتاعي نفس الليل نسهر ومتسانس نسهر، انا متسانس نكتب نسهر معناها سهر بالطبيعه. الباب محلول ويتفضلوا لا باب محلول مش هكا، انت تجي له تقول له لي جلسه عمل رسميه. فرق بين باب محلول يجي. لا شوف، احنا العاده العمل النقابي وهما نقابات تبعث لنا لائحه الهيئه الاداريه، يبعثوا لنا لائحه الهيئه الاداريه. هاي قدامك اللائحه. لا ما عنديش لائحه. في تفصل القانون الاداري. لا توليد لك سمعتها بالاعلام يا ودي التراتيب الاداريه وهو يبعثون لائحه. تو يمشي يبعث لنا اللائحه. هذا يكون عمل نقابي، يبعثوا الوزاره اللائحه ويقولوا راح مش نعملوا هكا وهكا. يا سفيان يا سفيان، علاش تتفاوض الناس؟ علاش تتفاوض الناس؟ انا تعلمت في النقابات التفاوض بين صاحب العمل ما يحبش يوصل الاضراب لانه يضيع له فلوس طبعا، وبين المضرب ما يحبش يوصل الاضراب لانه يخسر يوم عمل. هذا المنطق. يعني انا والنقابات لازم ما نحبوش الاضراب، ونعرف النقابي ما يحبش الاضراب. ربي مساله اجرائيه في الاضراب لهنا لانه مقاطعه الامتحان ما يخضعش للاقتطاع من الاجر ظهر لي. سي نجم يخضع. كيفاه؟ هما بريزون يعملوا في دروسهم بشكل عادي. هو الاضراب شنو تعريفه؟ هو عمل غير منجز. اي عمل غير منجز. ايوه، لكن السيد حاضر وقاعد يقري في دروسه وكذا، لكن فقط ماهوش باش يعدي امتحانه. خاطر تو يعدي امتحانات الشفويه وقت درسه، ما يعديش ماهوش يوم اضراب. اما وقت لا ندخلوا في الايام الخاصه بالكتابي يعتبر يوم اضراب بطبيعه الحال. عندنا وقت نقدموا شويه. المشكل مش هذاك. المشكل وهو معناها يلزم يفهموا الساده المربين، وراهم على راسنا وعينا، ورانا نحترموهم ونعرفوا وضعهم ونعرفوا تضحياتهم ونعرفوا وطنيتهم ونعرفوا نضالاتهم. وانا نعتبر روحي جزء من العائله التربويه، مانيش غريب عليهم. فقط راهو المساله ما هياش لا مساله تعارك مع النقابات ولا شكون يغلب وشكون ما يغلبش ولا شكون طلع رابح، راهو ماهوش ماتش نتاع بوكس. فقط أكيد. فقط راهو لازم يفهموا ان اليوم المجموعه الوطنيه عندها حدودها. اليوم ميزانيه الدوله احنا فاش نعملوا؟ احنا نربيو في الصغار، يعني احنا نربيو في جيل المستقبل. راهو كان باش تصير زيادات بالكبيره راهو باش نتسلف، راهو باش نرهروهم الاولاد هذو. انا هي مساله اولاد، اللي يحب يرهن اولاده للبنوك العالميه يتفضل. اما زاد ثم ابناء تو المدرسين 65,000 ولا يعني 200,000 تلميذ اولادهم، يعني المدرسين هم نفسهم اولادهم وهم اولاد. يعني هذا شو يقولوا لنا كي نحكيو معاهم؟ يقول لك حتى احنا اولادنا احنا نقابيين ونعرفوا هذا. تو انت تقول يبعثوا لي ما يبعثوا لي ثلث 6 نكسلوا فورماليزم. اليوم في القانون الاداري وصلت لك حتى وليد لك وصليش فيه. تو احنا شحبوا اذا كانت نجموا. تو انا نحل الناس ما يقولوا فيها نجي نقول كلام تو هذا. لا مش هكا. شوف مش هكا. احنا لحد اليوم لا شوف هذا الامتحانات طول ما نقص عليك كلمه برك. شوف راني انا ساعات يجوني عباد منشقين على النقابات ما نقبلهمش، نقول لهم راني نتعامل مع هيك. مع الممثلين انا شفتهم المنشقين على الاتحاد يجوني كل نهار، اليوم جوني اعتصام ما نقبلهمش لان نتعامل مع هيك. يعني مع الاتحاد العام الشغل مع نقابه، لكن النقابات المنشقه ما نقبلهاش لان نتعامل مع هيك، ما نتعاملش مع اشخاص لان نمثل الحكومه والحكومات. هل ثم امكانيه على سنه بيضاء؟ خلينا نطرح السؤال. ما فهمناش ما سماش باش تعمل ما عندكش انت حتى في التسخير ما عندكش. لو يضربوا لك 40,000 معلم 50,000 معلم ما عندكش
تجيب الجيش ولا المعلمين؟ شو تعمل؟ هو ديجا راهو اضرابات معناها على الشفوي، والشفوي يستنى بسيلون، ومازلنا ما وصلناش للكتابي. الكتابي الجمعه الجايه قلت نفس الشيء توا في اضراب سومن بلوكي ومساله السومن بلوكي واخذينها اللي ما هما نسبه صغيره جدا من التلاميذ الابتدائي ما ينجحوش، نسبة ضغينة. وثم الثلاثي الثالث هو أضعف ثلاثي في المعدلات الكل، معناها كي نجموا الأول والثاني نلقاو نسبة الناجحين. شكون اللي باش يجمعهم؟ ما هذا هو المشكلة. أنا في اعتقادي شوف سيد الوزير أنا باش نجمع. نفترض ثم حاجة سيد الوزير قال لنا لا ثم أمور منهجية. راهو جزء كبير من المعلمين مش مضربين راهو. معناها باش تدخلوا لهنا في الاختبار المعلمين مع الوزاره ولا مع النقابه؟ بالنسبه اليوم اغلب المدارس وهنا نتحمل مسؤوليتي يعديوا في الشفاء. يعني اضراب فشل؟ اكثر من الفشل. اكثر من الفشل رغم الارقام نتاع 95% و96% وكذا اللي تعطي فيها النقابه وقتاش هذاك ايام الاضراب مش الشفاء، وايام الاضراب الارقام مش صحيحه. انا عندي ارقام تاع 50%. وديما هكا هي الارقام ما بين النقابه حياتها كامله بين الوزاره تعطي حاجه وكذا. انا عندي امكانيات الاحصاء وعندي اداره كامله للاحصاء ونحصي وبالاسماء ويلزمني نحصي بدقه باش ما نظلمش المعلمين الغير مضربين. انا عندي جرد كامل، عندي جرد بالمضربين وغير المضربين، جرد بالمديرين الا يعني بالنسبه النسبه بالضبط بالنسبه لمقاطعه الشفاهي قداش تقدرها اليوم؟ ضعيفه، ما نجمش نعطيك الاحصاء خاطر اما الليل انا بعثه لك. اوكي خلينا نقدموا شويه الله غالب حتى من المواضيع من المفترض نناقشوا قضايا